مش لازم الكباب يبقى باللحمة، النهارده عملت كباب كداب من غير لحمة، طعم الكباب وريحته ريحة الكباب بس هو من غير كباب وبالبطاطس. هتقولوا لي يا عم كفاية كدب، هقول لكم لا، النهارده بقى لازم تقولوا لي سلم ايديك يا بنوب، عشان دي وصفة قديمة تنفع لاخر الشهر ونص الشهر والغدا والعشاء. اول حاجة كده عندي بطاطساية حلوة كده، اقشرها واغسلها كويس قوي، وبعد كده هبدأ ايه اقطعها مكعبات. تمام، والحتت اللي في النص هبدأ كده اقطعها على ثلاث صوابع، ولازم تتقطع مكعبات زي ما انتم شايفين، ده حجم المكعب. بعد كده بقى عندي ميه هنزل عليها برشه من الملح وكمان معلقه كبيره من الخل، وهقلب بقى كل الكلام ده، وهنزل بقى بالبطاطس بتاعتنا علشان تنزل كل النشا اللي فيها وتتغسل كويس، وكمان تاخد من طعم الملح وكمان الخل عشان تبقى ايه طعمها حلو وجميل. بعد كده هديها تقليبه واسيبها بتاع نص ساعه في الميه، وهبدا بقى اصفيها من الميه كويس قوي، واحطها كده بقى ايه في المصفى بتاعتنا تنزل كل الميه، واكون بقى ايه مسخن الزيت كويس علشان نسوي بطاطس كويسة في الزيت. الزيت لازم يكون سخن قوي، واول ما احط البطاطس كده اديها تقليبة واسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. تمام. بعد كده بقى علشان ابدا بقى اعمل الكباب الكداب، عندي كده بصلايه خدت حوالي نصها كده، وهبدا كده اقطعها شرايح بسيطه خالص، شبه الشاورما، شبه تقطيعه الشاورما. بصوا هي شرايح ايه بسيطه خالص يا جماعه. وهبدا كده ايه افرد كده كل ايه بصلايه عن اختها البصله التانيه، علشان ايه انا عاوز البصل بتاعنا رقيق وجميل. تعالوا بقى نبص على ايه، نبص على البطاطس. بصوا يا جماعه بدات تاخد اللون وبدات تطلع فوق كده. بصوا هديها بس ايه حوالي 30 ثانيه كمان علشان كلها تاخد لون واحد. بعد كده هاخد بقى البصل واحطه فين في الطبق بتاعنا، وهضيف له بقى شويه اضافات. عندي نص معلقه ملح وكمان نص معلقه من السماق، هيدي مزازه حلوه هو والخل. وهدي بقى تقليبه حلوه جدا، ويلا بقى بينا نطلع ايه البطاطس بتاعتنا. وبعد كده بقى بعد ما اشوف البطاطس، بصوا يا جماعه البطاطس حلوه وجميله وزي الفل، هبدا كده اطلعها واحطها فين على البصل. طب اسالكم سؤال اشوفكم مركزين ولا لا. قلت لكم البصل اقطعه نفس تقطيعه ايه؟ لو فاكرين اكتبوا لي. حطيت بقى ايه ورقتين بقدونس على ورقتين كده كزبره خضراء. بصوا يا جماعه بيدي طعم حلو جدا للكباب الكداب بتاعنا. وهبدا بقى ادي تقليبه حلوه قوي، ويا سلام لو سيبنا بقى الخلطه دي كلها ايه 5 دقايق كده مع بعض علشان ياخد بقى طعم الكباب الحلو. هبدا كده اعمل فتحه في النص واحط ورقه فويل، وهنزل كده بايه بالفحمايه بتاعتنا مع زيت يكون زيت ايه سخن جدا، من اللي هو ايه اللي احنا عملنا فيه البطاطس. لازم يبقى زيت ايه يا جماعه، زيت بيقدح كده. هبدا بقى اخد الفحمايه بتاعتنا اشيلها، وابدا كده احط بقى الكباب الكداب بتاعنا في الطبق واقدمه. ممكن بقى اعمل له بقى شويه طحينه، اكله في عيش سوري، عيش شامي، عيش بلدي، عيش اي عيش انتوا عاوزينه. بصوا الحلاوه والجمال. هسألكوا سؤال تاني، انا الفحمه حطيت لها زيت من زيت ايه؟ لو فاكرين برضو اكتبولي في الكومنتات. النهارده عملت الكباب الكداب بجد طعمه حلو جدا وجميل، لازم تجربوه. هستنى طريقتكم وهتقولوا انه عجبكم.